السلام عليكم البنات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. عودة جديدة مع أطباق رمضانية إن شاء الله يعجبوكم. نبدأ بسم الله. نبدأ اليوم عندنا طاجين الزيتون اللي يجي بزاف بزاف بنين وإن شاء الله تجربوه. هنايا عندنا درت شوية سمن وشوية زيت، وحطيت زوج أفخاذ تاع الدجاج. تقدروا تحطوا البلون دو بولي. كي تقلى مليح الدجاج ضفت له الزيتون. انا مع الاول كنت كي نطيبه حتى نحط الماء باش نحط الزيتون، بصح جربت هذه الطريقة وقليت الزيتون مع الدجاج، جاء بزاف بزاف بنين، والزيتون هذاك دا النكهة تاع القلية. هنايا حطيت بصلة كبيرة، وضفت زوج فصوص تاع الثوم نقليهم مليح. السر تاع الطياب هو انك تقلي مليح. ضفت هنايا زوج تاع الجزر وشوية تاع معدنوس. فوالا. نخلط كلش مع بعض. انا طيبته على نار هادئة. دونك هذاك الزيتون والجزر دا النكهة تاع التقلية. هنايا حطيت الملح والفلفل الكحل وشوية كركم وشوية تاع القرفة. هذو هما لي زيبيس تاع الزيتون. وزدت تاني تحقا لي بيس تاع طاجين الزيتون. شريتهم. فوالا شريتهم وزادلو يعني نكهة، زادلو بنة على بنة. يعني هذا اختياري، تقدري ديريه تقدري ما ديريش. فوالا. وبديت نمرق شوية، ما تمرقوش على ضربة، بداو تمرقوا غير بشوية وعلى نار هادئة. داكوغ البنات، ما تمرقوش على ضربة، مرقوا شوية وخليه يتقلى، ونقصي شوية النار اشاك فوا. ديري هكا ومن بعد كي يجوز هكا 15 دقيقة ولا 20 مينوت وديري الماء على ضربة. هنايا يجيك واحد الطاجين الزيتون بزاف بزاف بنين. شوفوا النتيجة بعد ما تقلى مع شوية تاع الماء. شوفوا لاصوص تاعها شحال راهي. شوفوا كيش جا بزاف بنين، باين بلي جا بنين. هنايا ضفت له الكمية تاني تاع الماء كما قلت لكم، حطوا غير بشوية بشوية. هنايا نوجدوا لي بولات اللي نحطهم مع طاجين الزيتون. هنا عندي لي بلوند بولي اشي. ضفت الملح وضفت المعدنوس وضفت شوية قرفة وشوية فلفل كحل وشوية تاع لي زيبيس تاع طاجين الزيتون. كما قلت لكم هذا اختياري، تقدري ديري وتقدري ما ديريش. فوالا. هذوما لي بولات نحطهم مع طاجين الزيتون. تقدروا تزيدوهم تقدروا ما تزيدوهمش على حسب الامكانيات تاعكم. هنايا ضفت شوية تاع المارغرين وزدت صفار بيضة والثوم تاني درتلو شوية ثوم. وإلا تحبوا تاني تزيدوا شوية البصل تاني تزيدلو بنة على بنة. خلطت كامل ودرت شوية لا شابلور، ما تكثروش من لا شابلور. لي بولات ما لازمش ديرلهم بزاف لا شابلور هكا، ماشي بعد تحسي كلي راكي تاكلي في الخبز. لا لا، حطي غير شويه لا شابلور. هذه هي. هنا نحيت كامل هذاك البلون، هذاك البيض اللي يدخل اللي يجي مع البولي. فوالا. نخلط كلش وما تنساوش الملح بيان سور ملحو. هنايا درت لي بولات صغار، ما كبرتهمش هكا باش تخرج لي كميه كبيره. فوالا. نحضر كامل لي بولات وكي نكملهم نحطهم في لاصوص. هذا طاجين الزيتون بزاف بنين، ان شاء الله تجربوه في هذا رمضان. شوفوا هنايا ضفت الكمية تاع الماء وبديت نضيف في لي بولات توعي. فوالا. نضيف كامل لي بولات هكا باش يتشربوا النكهة تاع طاجين الزيتون. فوالا. دوك تشوفوا النتيجة. هاي ليك ما درتوش في طبسي، نسيت كنت مزروبة. هاي ليك النتيجة تاع طاجين الزيتون، يجيب بزاف بزاف بنين. هنايا نروحوا نديروا مملحات اللي هي عبارة عن خبز تاكوس حشيتهم.
نبداو بالحشو. درت شوية مارغرين خليتها تذوب، ضفت بصلة يعني متوسطة، زدت الثوم، نخلط كلش مع بعض، نقلي على نار هادئة. وكي نكمل نضيف شوية المعدنوس، عبالكم بلي المعدنوس في الماكلة يزيد دايما البنة على بنة. نخلط كلش. انا دي فوا نحط معدنوس، دي فوا نحط حشيش شوربة. فوالا انا معدنوس ما نحبوش يعني بزاف، بوكو بلوس حشيش شوربة. جيب لي ربي هنا درت حطيت حشيش شوربة ماشي معدنوس. فوالا ونضيف البولي اللي قطعته كامل قطع صغيرة، وتقدروا تاني ترحيوه، انا ما رحيتوش، قطعته برك صغير. نقليو البولي تاعنا مع البصل وشوية المعدنوس، نقليوه ونضيفو لي زيبيس. نحطو الملح، كثروا شوية الملح، بالكم بلي البولي يحب الملح. فوالا ضفت فلفل كحل، شوية طاجين، قلت طاجين زيتون، شوية تاع الكركم، وشوية تاع توابل تاع الدجاج، وتوابل تاع الشاورما. فوالا هذوما لي زيبيس اللي حطيتهم. نتوما تقدروا تحطوا واش تحبوا، هذا اختياري. كاين درت واحد لي بيس تاع المركاز، لا دانيير فوا درتو لي زيبيس تاع المركاز، جا بزاف بزاف بنين. هنايا حطيت لا كريم فريش، حطيت غير نص بواطه هكا، تزيد لها بنه على بنه، وتكون تكون شويه سائله، الحشو تاعنا يكون سائل. وهنايا فرمجي كيما تحبي، قلشي الطبق تاعك والحشو تاعك كيما حبيتي. حطي الفرماج اللي عجبك، الفرماج اللي متواجد في الدار. انا حطيت الفرماج تاع هذاك البيدون، وزدت في فرماج رابي، خليت كلش يذوب وطفيت عليه، وخليت الحشو تاعي يبرد. هنايا نبداو نوجدو في خبز تاع التورتيلا. فوالا هاي ليك تحكميها وتقسميها على زوج. فوالا هذا الحجم الكبير، تقدري ديري تاني حجم صغير. فوالا الخبزة تاعك تتقسمي على زوج. فوالا بديت نقسم، يعني الفيديو راه واضح. هنايا باش خرج لي هذاك المثلث يا البنات حتى شيبت راسي. المهم سيو كيفاش ديروه. فوالا نحط على الحافة الكوتي تاع الخبز تاعي، ونزيد نطوي، ونبدا ندور على شكل مثلث. ودايما قعدوا مسحوا يديكم باش هذاك الخبز ما يدلكش، ما يتوسخش. فوالا شوفوا، نمسح دايما يديا، وبداو دوروا. قلتلكم باش خرج لي هذا المثلث يا اختي، حتى درت وحده زوج ثلاثة وهكا ما خرج ليش مليح. بصح معليش، سيو خطرة زوج ثلاثة ومن بعد يخرج لكم. هذه هي انا اول مرة يعني درت هذا المملحات بالخبز التورتيلا. بصح جا بزاف بنين. نغيروا شوية، ماشي دايما بوراك، هذا للتغيير برك، كل خطرة نغيروا شوية شوية. فوالا بدا نمسح دايما يديا باش هكا ما يتوسخوش، ما يتوسخناش الخبز. وحطيتهم يطيبوا نورمال. وتقدروا ديروهم قبل، يعني كفكرة ديروهم قبل في البيض، وديروهم في لا شابلور، وتزيدوا تروحوا تقلوهم. هذاك تاني تيجي بزاف بنين. انا راح لي الحال وما كنتش كاش عندي وقت، دونك درتو كامل هكذا وطيبتو كيما شاورما نورمال في الطاجين. بصح والله غير جاب بنين مع الشربة، ما كنتش عبالي بلي حيخرج بنين هكذا. فوالا نكمل باقي الكمية. فوالا نسقم كلش ونكمل الكمية، ونروح نطيبهم نورمال في طاجين. فوالا هنايا هذا وين بديت نفهم كيفاش نخرج مثلث. صح معليش، سيو خطرة زوج ثلاثة حتى تقدروا حتى يخرج لكم هذاك المثلث. يعني عاودته بليزيور فوا.
باش هكا ان شاء الله تبدو فكرة وتفهموا. الى لحقتي لهنايا اختي نقول لك ما تنسايش ديري لي لايك والاشتراك في القناة، وما تنسايش قولي الرأي تاعك في التعليقات. ماذا بيا اعطيني افكار هكا نحطهم في الفيديوهات واش راكم حابين تشوفوا مستقبلا. فوالا عطوني رايكم. شوف هنايا خرجت بيان. هلا هذه هي المملحة تاعي. شوفي كيفاش خرج ما شاء الله. ان شاء الله